شمال إفريقيا اليوم يعيش على وقع تغيير كبير. ملفان أساسيان يعيدان ترتيب أوراق المنطقة بأكملها. الأول، التوتر التاريخي المستمر بين المغرب والجزائر، وثانيا التقارب الاستراتيجي والتحالف المتصاعد بين مصر والمغرب. أوروبا التي تراقب وتتفاعل وجدت نفسها في قلب هذه المعادلة. هل يمكنها الفصل بين هذين الملفين؟ الواقع على الأرض يقول هذا شبه مستحيل. جوهر الخلاف بين الرباط والجزائر لا يزال هو الصحراء. المغرب متمسك بالحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد وواقعي، بينما تصر الجزائر على دعم جبهة البوليزاريو. لكن هذا الخلاف لم يعد محليا، بل أصبح يوجه بوصلة سياسات الاتحاد الأوروبي. دعونا نقرأ التحركات الأخيرة. إسبانيا، رئيس وزرائها بيدرو سانشيز زار الجزائر محاولا إعادة التوازن وإصلاح ما أفسده دعم مدريد لموقف المغرب. وفي المقابل فرنسا اختارت طريق الرباط بوفد وزاري ضخم لترسيخ شراكة استراتيجية واضحة مع المغرب. أما ألمانيا فوجهت أنظارها نحو الجزائر بحثا عن بدائل الطاقة والهيدروجين الأخضر. هل هي مصادفة؟ الأرجح لا. النتيجة أن أوروبا تمارس اليوم ما يعرف بسياسة التوازن الهش، أي اتفاق اقتصادي أو أمني مع طرف يحسب بدقة كي لا يغضب الطرف الآخر. لكن وسط هذا الاستقطاب يبرز محور آخر يسير في الاتجاه المعاكس: العلاقات المصرية المغربية. هذا المحور يتطور بسرعة كبيرة. في القاهرة عقدت لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. النتيجة: حزمة اتفاقيات ضخمة في الصناعة، الاقتصاد والاستثمار. والأهم من هذا كله إعلان مصر رسميا وبوضوح دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن. هذه الشراكة ليست مجرد خطوات رمزية. مصر ترى في المغرب شريكا عربيا وإفريقيا موثوقا، والمغرب يستفيد من ثقل مصر الدبلوماسية. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل نحن أمام إرهاصات محور شمال إفريقي جديد يتجاوز الثنائية التقليدية بين الرباط والجزائر؟